السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت وميت. تعالوا نشوف مع بعض طريقة عمل اسهل بسبوسة واضمن بسبوسة، وهي بسبوسة الاكياس. بجد يا جماعة بقيت اريح دماغي واعملها، ولا بقى مقادير اصل المرة دي طلعت ناشفة، اصل المرة دي طلعت مش عارفة ايه. انجح واضمن بجد بسبوسة ممكن تعملوها، وسهلة جدا وهتعجبكم جدا. في ناس كتيرة مش بتهتم ببسبوسة الاكياس، بس بجد اضمن بسبوسة. جبنا كيس من البسبوسه، انا جايباه حلو الشام، وده النوع ده اللي انا بستعمله على طول وحلو جدا. وهحط عليه نص كوبايه من السمنه البلدي، طبعا اهم حاجه تبقى سمنه بلدي. وهنبسها كده لمده 5 دقايق بايدينا او بالمعلقه او باي حاجه. اهم حاجه البسبوسه او دي البسبوسه يتشرب من السمنه كله، يبقى متغلف كله بالسمنه كده. بعد كده هنجيب علبه زبادي 100 جرام. وطبعا يفضل يبقى الزبادي بلدي كده، اللي هو ليه قشطه على الوش ده. وهنربها كده بالشوكه لغايه ما يبقى الزبادي سايب زي ما انتم شايفين. واول بقى ما نحط الزبادي هنقلب الدقيق بالزبادي كده، بس مش هنقلب كتير ولا هنقعد بقى نعجن، علشان كل ما بنعجن في دقيق البسبوسه لو عليه سوائل زي الزبادي هتنشف مننا ومش هتبقى حلوه. هي بالظبط يعني 5 تقليبات كده لغايه ما يتوزع الزبادي في كل دقيق البسبوسه. بعد كده هنجيب صينيه ألمونيوم يكون مدهونه سمنه كويس جدا، وتكون المقاس 26، وهنحط فيها البسبوسه اللي احنا عملناها، وهنوزعها كده ونسويها زي ما احنا شايفين بايدينا بقى او باي حاجه، المهم يبقى سمكها كل واحد. بعد كده هنحطها في الفرن على درجه حراره 200، وهنحضر الشربات بقى بتاع البسبوسه، وهو كوبايتين من الميه على كوبايه ونص من السكر، وهنعصر عليهم عصره ليمونه غلوتين بس. وبعد كده يبقى الشربات جاهز معانا. اول ما نحط البسبوسه في الفرن هنحط الشربات على النار غلوتين، وهنطفي عليه مش اكتر من كده، مش عايزينه يتقل. بعد كده هنطلع البسبوسه زي ما انتم شايفين، وهننزل عليها الشربات. من نجاح البسبوسه ان احنا اول ما ننزل عليها الشربات هتتشرب كده من الشربات على طول، مش هتلاقوا الشربات عايم على الوش كده. يبقى البسبوسه ناجحه وتمام معانا. هنقطعها بقى زي ما انتم شايفين بقى طريه، يعني بتتحدث عن نفسها، مش محتاجه كده يعني اي حاجه غير معلقه قشطه كده على الوش زي ما انتم شايفين كده. وهتاكلوا احلى بسبوسه وانجح واسهل. اهم حاجه طبعا الاسهل. شايفين بقى طريه ازاي، مش مستحمله يا جماعه المعلقه كده واحنا بنقطعها. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا، وهتعملوها على طول وهتعتمدوها على طول. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتعليقكم. السلام عليكم وباي باي.